بسم الله الرحمن الرحيم. سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا لاباس. اليوم باذن الله جبت لكم لي مادلين بطريقه رائعه جدا، وخاصه المشاريع راهي مطلوبه جدا جدا، والافراح والمناسبات راهم يعني يطلبوها بكثره في الافراح. اذا هنا عندي 5 حبات بيض، وعندي قرصه تاع الملح، رايحه ندير كاس ناقص 2 تاع السكر، وانتوما من الافضل كملوا هذاك الكاس عمره تاع السكر. راح نضربهم بالباتور مليح حتى يتضاعف الحجم نتاعو. راح ندير نص كاس نتاع الزيت، ونديرو غير بالفوي من تحت للفوق باش ما نهبطش الخليط نتاعي. هنا كي نديروها هكا غير بالعقل، وندير الزيت تدريجيا برك، نديرو على 3 دفعات، ونخلط من تحت للفوق حتى وين نكمل، يعني الزيت يدخل كامل في الخليط. وهنا درت كاس نتاع الحليب ثاني، هو ثاني درتو غير بالعقل برك من تحت للفوق. شوفوا الخليط ما هبطليش وبقى هكاك بقى هكاك، يعني فيه الهواء الداخل. انا راح ندير نص مغرف كبيره نتاع لافاني، لي مادلين يحبوا لافاني. درت نص مغرف كبيره، ولافاني لازم تكون عندها ريحه مليحه. وهنا راح ندير 3 مغارف الى 4 مغارف نتاع لا مايزينا، ونعمروها مليح مليح. وما لازمش نحط المايزينا في الوسط، لازم نغربلوها ونديرها في السطح نتاع الخليط. شوفوا كيفاش راني نخلط من تحت للفوق. كما قلت لكم قادرين تروحوا 4 الى 3 مغارف مايزينا ونعمروهم مليح. هذه سر من اسرار باش تخرج لكم من المسكوتشون، عفوا، باش يخرج لكم المادلين تاعكم مليح كيما تاع برا ولا خير. هنا درت الكاس الاول نتاع الفرينه، ودرت 2 اكياس نتاع الخميره الحلوى. شوفوا كيفاش نخلط من تحت للفوق بالفوي، وما لازمش نبالغ في التخليط، ليسونسيال حتى وين الفرينه تندمج مع السوائل. شوفوا الخليط هو قاعد هكاك، يعني ما هبطليش برسكو راني ندير من الفوق للتحت. شوفوا هنايا كيفاش راني نخلط، يعني بقى هكاك. يعني انا نزيد غير مغارف برك، درت كاس وحوالي 2 مغارف تاع الفرينه. الخليط نتاعي ما درتوش يعني ماء سائل. تكتبوا 8 يبقى لكم هكاك 8 ومن بعد يختفي، هذا هو. اذا الفرن شعلت له 120 درجه، وليمون نتاعي تاع لي مادلين درت لهم لي كيسات تاع الاوراق، ونعمر هكا، نعمر ثلث تاع لي كيسات، وندير لهم شويه تاع السكر. درت لهم عليهم السكر هذا اختياري باش يعطي لكم القرمشه هذيك من الفوق. اللي تحب دير هذا شويه تاع السكر، اللي ما تحبش ما ديرش. اذا ندخلهم للفرن يطيبوا لي درجه 120 درجه كما قلت لكم، حوالي 20 دقيقه الى 25 دقيقه، ومن بعد نتلاقاو في طبق التقديم. شوفوا هنايا لي مادلين تاوعي بعد ما طابوا لي، نص درت لهم السكر ونص ما درت لهمش، كيما هذه ما درنا لهمش السكر. شوفوا كيفاش خرجت، يعني خفيفه ريشه، والبنه رائعه جدا جدا. اصحاب المشاريع قادرين يديروها، ورايحين يعني ينجحوا فيها باذن الله تعالى. راح يخرجوا لكم رائعين جدا، وخاصه للافراح. يعني صدقوني لو كان ديروهم للافراح ياكلوهم خير ما ياكلوا
الحلويات هذيك تاع لي صابلي وكامل باسكو ثقال شويه، مي هذه ما شاء الله. شوفوا الخفه والهشه هشيشه لداخل، واحد الكوكي درت لها لافاني، وتقدروا ديروا لها قشور الليمون الى عندكم، راح يعني تعطي لكم بنه على بنه. اذا شهيتكم في الجنه، وما بقى لي غير نقول لكم، ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.